وانس ان هو بيراميدز فتح للناس كلها انه كله يطلب اي حاجه اللي هو عايزه، فكل واحد شايف نفسه انه يساوي ده، فهو لا بس مقيم بقى على ارض الواقع. ما هو انا شايف انا شايف لنفسي كياسر احسن صحفي نقد رياضي في العالم. تمام. طب ايه الاساسيات؟ انا خدت ماجستير، بعمل دكتوراه، عندي عملت 6 كتب، واخد تقدير جيد جدا في الجامعه، اشتغلت مش عارف ايه، عملت حوارات مع دمرداش توني، عملت مع سمير زاهر، عملت مش عارف ايه، خدت جائزه الصحافه العربيه، خدت مش عارف ايه. يعني فاهم قصدي؟ في مقومات اللي انا اقول بلاش ياسر يا ست عشان ما يقولوش بيقول عن نفسه. حد بيعمل بالمقومات دلوقتي ايوه يا استاذ ياسر، ما بقتش المقومات دلوقتي ولا معيار الكفاءه للاسف يعني. طبعا. طيب كهربا ممكن فعلا يروح ليبيا؟ هو كهربا خلاص ده تقريبا بيخلصوا معاه وهيروح مبلغ كويس. يعني انا اخر حاجه جات لي لكهربا هيروح ليبيا ب 600,000 دولار. ومش هيبقى يعني هو مش هيبقى بيع، بس هيبقى عرى فتره لسه ما اتفقوش عليها، بس هتبقى الموسم بتاعه 600,000 دولار. وقالوا اللي ممكن ده يتحول يدفعوا جزء والباقي بيع نهائي ب 600,000 دولار اللي هي القيمه بتاعه كهربا في الفتره دي. لان كمان خلي بالك اللي هو دفع الغرامه دي عملت له مشكله. وكمان عايز اقول لك كمان ان بيرسي تاو الاعاره بتاعته 165,000 دولار لقطر 6 شهور. اعاره بيرسي تاو لقطر القطري 165,000 دولار في دوري نجوم قطر. وهتوصل للبيع كهربا هتوصل ل 600 او 650,000 دولار. بيقولوا القيد اتقفل في الفرقه دي في ليبيا. ده القيد اتقفل فيها ولا لا هو ليبيا شغال لغايه الشهر ده. ما فيش مشكله يعني. لا لغايه الشهر ده بس. ما بيجيش زي فبراير يعني. القيد حسب معلوماتي ان القيد ما بيكملش فبراير، هو بيخلوه 25 يناير اللي احنا فيه ده اخر حاجه. لكن العالم كله وطبقا للاتحاد الدولي، لان ليبيا مش هتخترع كوره. انت حضرتك عارفه اللوائح بتاعتي لازم يبقى في عندي رولز بمشي حسب الفيفا. يعني حتى العقوبات بتاعت لجنه المسابقات، هذه العقوبات اللي هي اللوائح دي كلها لازم الاتحاد المصري ياخد من الفيفا الاساسيات. لكن انت ممكن تعمل حاجه اقل. لكن هو يناير لغايه 8 فبراير ده القيد اللي هي بيسموها الميقات الشتوي، كل الانديه بتشتغل عليها ومستنياها. هي الفكره ان الاتحاد الليبي كان عنده مشكله انه كابتن مؤمن سليمان كان رافع عليه اصلا قضيه عشان مستحقاته. هو في عروض انديه كتير على فكره. يعني في الاتحاد الليبي، في اهل طرابلس، لان في السواحلي يعني. السواحلي طبعا. السواحلي ده انا عايز اقول لك ده السواحلي ليه قصه انا شخصيا معاه. السواحلي السواحلي كان درجه ثانيه. انا كنت في ليبيا، كنت رحت يعني كان في حاجه معينه، والسواحلي ده كان درجه ثانيه او درجه ثالثه كمان. ده ايام بقى انا عايز اقول لك 2000 وكام 2002 او 2004. والسواحلي ده كان الجمهور الكوره زي الاسماعيلي. جابوا 3 لعيبه مصريين ما حدش يسمع عنهم خالص، طلعوا معاهم لغايه الدوري الممتاز. فالمصري في السواحلي دي عايز اقول لك 3/4 مصريين. اللي هي في نادي السواحلي ده او المنطقه اللي هو فيه زي مصراته، اسمها مصراته.